يا فندم، انا اسف. احنا طلبنا والله العظيم ما بتوع فلوس، 3 بالله العظيم العرض دوت لو قعد اكتر من 15 يوم تاني بدون اجر سياده المستشار يعلم. السلام عليكم، ازيكم يا عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن فيديو بيومي فؤاد، وطبعا اللي كان فيديو رخيص جدا وفيديو مقرف جدا. بص، هي الحياه نوعين، يا تعيشها محمد سلام يا تعيشها بيومي فؤاد. طبعا اللي ما يعرفش قصه محمد سلام طبعا موقف رجولي، انه طلع كان هو هيروح فعاليات موسم الرياض ايام المسرحيه اسمها زواج اصطناعي او زوج اصطناعي، ما علينا. فتضامنا مع الاحداث ومع اخواتنا اللي بيحصل لهم اباده جماعيه بره فلسطين، هو قال يا جدعان انا مش هقدر اخرج وارقص واخواتنا بيحصل لهم حرفيا اباده، يعني هم بيتبادوا حرفيا، فانا مش هقدر اعمل كده، اقدر اخرج وارقص عشان هو عنده انسانيه، عنده رحمه، عنده فطره بالواقع، حاسس بالواقع، عارف يعني ايه انسانيه بجد، يعني ايه ناس تعرف تقدر الناس دي ازاي حتى لو بحاجه بسيطه. هو ده اللي قدر يعمله. طلع بقى الاستاذ العظيم بيومي فؤاد، طلع وقال محمد سلام ما بيحترمش فنه، وانت تعال نشوف الكلام الجميل الرائع بتاع الفنان بيومي فؤاد. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. ثانيه واحده، هو غلط في فنه في ايه؟ يعني انا عايز افهم. الراجل قال يا جدعان انا اعتذر عن المسرحيه، ايه الغلط اللي هو غلطه؟ يعني ايه الغلط ايه الاساءه اللي اساءها للفن مثلا، او ارتكب جريمه في حق الفن؟ ايه الغلط في كده؟ يعني هو انت طالع تقول اي كلمتين وخلاص؟ احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. فن ايه يا اسطى اللي طالع تقدمه؟ فن ايه؟ ما انت طالع ايه تضحك، او طالع تضحك الناس حرفيا. يعني بص، هو عامل زي اللي هو طالع ايه، عايز يكسب رضاهم باي كلمتين كده، يرزع اي كلمتين هوب يرزع. انت طالع ترزع اي كلمتين ليه؟ ما تقول كلام موزون، ده كلام اصلا عيل في ثالثه ابتدائي ما يقتنعش بيه. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه وهي تعلم ان انا مصري، انا بشرف بلدي. طبعا كل الحب والود لاخواتنا السعوديين، بس انا طبعا ايه بقى الفخر في انك تتصور مع حد عربي زيه زيك؟ ماشي، احنا طبعا بنحترمهم وبنحبهم على راسنا طبعا، بس يعني انت مش واخد كاس العالم وراح تتصور بيه مع ناس اجانب وانت واحد مصري، يعني انت مش عامل حاجه عالميه. هو انت انت طالع تخبط في اي حاجه، عايز تكسب رضاهم على حساب الناس التانية وعلى حساب صاحبك محمد سلام. كنت بحاول بساعد مع حضراتكم عشان انتوا الاهم، ان انا اخفف عن الراجل اللي انقذ موقف وكان راجل قدها اسمه محمد عمر. راجل ايه يا اسطى؟ راجل ايه؟ قصدك اشباه رجاله يعني؟ الرجوله في انه يطلع يرقص ويغني واخواتنا بيموتوا؟ ايه الرجوله في كده؟ يعني انا طالع اعتذر يا جدعان عشان انا مش هقدر ارقص واغني تضامنا مع اخواتنا، او انا لا ده انا هطلع مكانه، ده انا هبقى ارجل منه واطلع. هي الرجوله في انك ما تقدرش مشاعر الناس ولا اللي بيحصل، ولا حتى تتعاطف معاهم لو بكلمه ولو بحاجه بسيطه منك. بعدين انت اصلا بتتكلم ازاي عن الرجوله وانت اصلا خنت صاحب محمد سلام اللي ما يعرفش هو اصحابه يعني صحاب جدا واخوات وعملوا اعمال كتير مع بعض. فكون انه يطلع يقطع في فروه ويطلع يقول اتنازل عن فنه وما تعملش. انت مالك يا عم؟ ما تسيبه ما تتكلمش عنه. وجعك او حرقك او عامل لك حرقان انت وهم، ما تتكلمش يا عم عليه. راجل طلع قال كلمه حرقك في ايه؟ وجعك في ايه؟ ولا انت القرشين عايزين نخلوك تتكلم؟ جيت المملكه العربيه السعوديه ولي الشرف. عشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحك. طبعا انا هعيط معاه من كتر الضحك، الدمعتين بتوع الدراما بتوعه دول هيزودوا الفلوس شويه. فننا احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه.
وشيء عظيم برضو انك لما يبقى لك جمهور كبير انك تفهم الحقيقه، ويبقى لك دور انك تفهمهم الحقيقه اللي بدل ما تعمل مسرحيه مثلا. لو انت هتستخدم الفن كرساله، تعمل مسرحيه تفهم الناس يا جدعان اللي بيحصل لاخواتنا ده غلط، وتعمل مثلا مسرحيه تفهم فيها القضيه ايه اللي حصل فيها وازاي اخواتنا اتظلموا. ده مثلا ده الفن رساله، وفعلا نديك تعظيم سلام على اللي انت بتعمله. انما انت طالع ترقص وتغني حرفيا، ما تطلعش تقول اي كلام في الفاضي. وبالنسبه بقى الموضوع اللي احنا بنقدم فن ومش جايين نضحك ونهزر، عايز اقول ان المخرجه كامله ابو ذكري اللي هي من الوسط الفني، وهي مخرجه تقيله برضه مش قليله، طلعت اتكلمت وقالت ايه بقى، وهي واحده من الوسط معاكم فعلا. يعني هي فعلا دي بقى الفنانه اللي بجد، اللي فعلا موقفها ب100 راجل. طلعت قالت ان الفنان اللي انا كنت بحبه في يوم من الايام طلع وبيقول ان بيقدم فن، فعمل الكتاب وتحضر في 3 ايام وطلع بيقول عليه فن وبيشرف مصر. فهنا ما يشرفنيش ان انا اكون زميله لك. ولما تطلع تغني وترقص على حساب اخواتنا اللي بيحصل لهم اباده في فلسطين، فانت كده انت كده اصلا ما انتش انسان اصلا، ما عندكش انسانيه. هي وفنانه زيها زيك. ده فعلا لو الفن فعلا رساله، قدم حاجه تفيد اخوات، يعني تفهم الناس اكتر، قدم حاجه تفيد القضيه، مش انك طالع ترقص وتغني وقابض قرشين وخلاص، طالع تهلل وخلاص. اصرارك على كلمه انك تقدم فن ما هو الا عبث. انت طالع تقدم عبث، ده حمله عبثيه شئت ام ابيت. اللي انت بتقدمه ده عبث، وانت عمال تقول بقدم فن. اللي بيعمل حاجه حلوه ما بيطلعش يقول انا بعمل حلو، بيسيب الناس هي اللي تقيمه وتقول انت كنت عامل حاجه حلوه ولا وحشه. طب لو ما انت بتقول لو قعد 15 يوم مش هاخد فلوس، طب يعني معنى كده انك مش عايز فلوس ولا محتاج فلوس؟ انت معاك فلوس كتير، رايح بقى المهرجان ليه طالما انت مش محتاج فلوس؟ انت بترد على نفسك. وفي نهايه الفيديو احب اقول لكم يا جدعان ان الرجوله فعلا مواقف. يعني شوف موقف محمد سلام، طلع وما هموش مع انه كان هياخد ملايين جنيهات، هياخد كذا مليون، كان هيقبض بالدولار. وشوف بقى يحسب 80,000 دولار، شوف كام مليون مصري. وتحيه برضو لاحمد مكي. الناس دي يا جدعان حتى لو انت بتحبهمش ادعمهم لانهم رجاله. البيج رام اللي طلع دعم، وغيرهم ناس كتير طلعوا دعم، ما طلعوش يهللوا، ما طلعوش يقولوا احنا بنقدم فن واحنا بندعم اللي طالع يدعم حاجه هيطلع يدعمها فعلا بقلبه ومن جواه، مش هيطلع يقعد يهلل ويعمل شو. الخير اعملوا وسلام، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.